اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو نزلته. عايزه اقول لكم صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وحطوا لي لايك فضلا وليس امرا. ولاول مره تتفرج عليا جديد اتمنى تنزل تشترك في القناه عشان نوصلك كل جديد بنزله وهنزله باذن الله. طبعا بقى كده زي ما انتم شايفين الشموسه كانت طالعه والجو كان جميل، وبصراحه لما الجو بيبقى حلو كده الواحد بيبقى مشجع طبعا ان هو يعمل كل حاجة، لكن لما بيبقى الجو مغيم وشتا وكلام من ده عايز يتلفت ينام وخلاص. فالشمس كانت طالعه وبصراحه احنا كنا بدري اصلا، وماما هي حتى لو وراها مثلا حاجات في البيت كده او ان هي اصلا ما وراهاش برضو تلاقيها صاحيه من الساعه 7 ولا من الساعه 6:30. هي خلاص اتعودت على كده، وهي اصلا من وهي بنت متعودة على كده، وراها شغل ما وراهاش تصحى بدري. فالمهم انا صحيت من النوم لقيتها منظفة البيت وكل حاجة تمام، ولقيتها قاعدة بره بقى كده ومطلعة الفرش كلها بقى عشان تحمص كده. وبصراحة الجو كان حلو قوي يوميها، وكانت جايبة شوية لفت وقعدت بقى زي ما انتوا شايفين كده في الشارع نظفتهم واستلت فيهم يعني. وبصراحة كان شوية لفت زي العسل، وهي بصراحة يعني بتعرف تعمل اللفت والحادق والمخلل والحاجات دي حلوة قوي 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 يعني. بالرغم ان مثلا لو حد تاني قصادها بيعمل نفس اللي هي بتعمله ده بيبقى طعم وده طعم تاني خالص، كمان ده ملح ويعني نفس اللي هي هتحطه بس يعني اهو بقى سبحان الله. فهي بقى طبعا زي ما انتوا شايفين هي نضفته، بيبقى فيه طينة وكده، فهي نضفته وغسلته. وهي بصراحة بتحب ان هي تقعد في الشمس وكده، لما بتلاقي الجو جميل تلاقيها جايبة بقى التشطية بتاعتها، بتعمل مثلا شوية هدوم شوية مخل زي ما انتوا شايفين كده، شوية مواعين تكنس. بصوا المهم ان هي تعمل حاجة، تقطع مثلا عيش للطيور فوق، اي حاجة، المهم ان هي ما تقعدش فاضية. فصلوا بقى كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واللي لسه محطش اللايك يحط اللايك. طبعا بقى هي اصلا كانت منضفه الليفت دوت، لان طبعا بيبقى فيه طينه وكده وبيبقى فيه حاجات من دي، فهي بتبقى عايزه تتغسل كويس. فهي وريت لكم المرحله بعد الغسيل وبعد ما شالت الورق الاخضر منه وكل حاجه. فهي بس كانت بتشطفه زي ما انتوا شايفين اهوت بقى في بتاع كده للتقطيع، بتخلي شكل التقطيع حلو قوي. هي معرفش اسمها ايه بس هي يعني ايه قطعه للمخلل وللحادق والحاجات من دي. فالمهم ان هي جايباها اصلا من فترة يعني من فترة كبيرة. فالمهم ايه ما كناش بنعمل بيها وكده، فانا فكرتها بيها، فهي لما افتكرت ان هي يعني عندنا وكده فعملت بيها، وبصراحة بتخلي شكل المخلل حلو قوي. فهي بقى هنا وزي ما انتوا شايفين كانت خلاص بقى نضفت اللفت، وقالت لي تعالي بقى يا بنتي يا مريم ورايا وهاتي كيسين ملح وكيس لعلة والجردل وشوية مية والطبلية وتعالي بقى كده ورايا. فروحت بقى كده فلقيتها بقى ايه جايبة برطمانات، جايبة يجي حوالي 5 برطمانات وكده، وهتخلل بقى فيهم اللفت دوت بقى من السنة للسنة. فهي بقى بتعمل لاخواتي وللي عارفينهم كلهم ولجيراننا. بصوا المهم ان
الدنيا كلها تاكل من اللفت بتاع ماما. فهي لما بتعمل كميات كتير. على فكرة دي يجي تاني ولا تالت مرة نعمل لفت في نفس السنة، لان لما بنعمل ما بنعملش لينا احنا بس، زي ما قلت لكم بقى ايه، حبايبها واخواتي وكله كله كله بياخد من اللفت ده. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين، هي بعد ما نضفته قطعته هو بقى كده على حسب بقى، زي ما انت عايزه تقطعيه مكعبات صغيره، عايزه تقطعيه زي ما هي بتقطعه كده صوابع كده بالشكل الحلو اللي هي عملته ده اللي يريحك. والعنق اللي هي الخضرة دي برضو هي ما بترمهاش، هي بتتحدق، بتقطعها برضو كده زي صوابع صغيره وبتعملها. اقول لكم بقى على السر الحادق اللي هي بتعمله واللي الدنيا كلها بتحب ان هي تاكل الحادق دوت من ايد ماما. جابت كده شويه ميه في الجردل دوت، ميه عاديه خالص، ميه من الحنفيه، وجابت بقى كيسين ملح اللي هو من اي محل او من اي سوبر ماركت او من اي حته، ملح عادي برضو من اللي هو بتاع الاكل. وحطت الكيسين الملح، وحطت الكيس اللعلة دوت يا جماعه بتجاب من عند اي عطار او من عند اي محل. فكيس لعلة وكيسين ملح وشويه ميه، هي الميه اللي حطتها ما ملتش الجردل قوي، يعني يعتبر نصه على الكيسين الملح. طبعا هي عارفه المعيار، يعني هي الكيسين الملح بالنسبه لها كده خلاص هيعملوا الحادق ده كله، فهي عارفه المعيار بتاعه كده من غير ما تدوق ومن غير اي حاجه، بالنظر كده سبحان الله. فزي ما انتوا شايفينه بعد ما غسلته كذا غسله، وبعد ما شطفته كذا مره وكده، ونضفته بقى من الطينه ومن كل حاجه، زي ما انتوا شايفين اهوت بتعبيه بقى في البرطمانات. هي بتضغطه ليه بقى يا مريم؟ هي بتضغطه لان اللفت دوت بيدبل، وشوية ليه حطيتهم اصلا في البرطمان دول، بعد يوم او بعد 2 هتلاقي البرطمان ده نصه، لان البتاع دوت بيدبل وبيصغر كده، تلاقيه كمشان في نفسه كده. فهي بقى بتضغطه كده وبتحط كتير. فزي ما انتوا شايفين اهوت بعد ما حطت بقى اللفت، وهتعبي برضو البرطمانات اللي عندها كذلك، هتحط اللفت وهتضغطه كده، وبعد كده هتحط المية بقى اللي هي فيها الملح وفيها اللعلة. في ناس ما بتحطش لعلة، بس اللعلة دوت يعتبر لون، لو مش عايزة تحط لعلة براحتك، بس احنا بنحط اللعلة يعني وكده كلون وعادي، يعني لو مش حابة انت حرة. وبعدين هو الكيس مش غالي، فيعني اللعلة دي اختياري، يعني انا نعرف ناس اصلا ما بتحطش اللعلة دي خالص، يا دوبك الملح وشوية المية وخلاص. فزي ما انتوا شايفين اهو بقى بتعبي البرطمانات وبتضغطها كده ضغطة حلوة زي ما قلتلكم، لان هو بيدبل، وبعد كام يوم تلاقوا البرطمان دوت بقى نصه، بالرغم ان هو مقفول وكل حاجة ومحدش اخد منه، بس هو كده. وبعد كده بقى بتحط المية اللي فيها ملح وفيها لعلة. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين قلتلكم في ناس بتاكل العنق بتاعتها ديت اللي هي الخضرة ديت، وفي ناس بتاكل البتاع اللي هو الابيض ده، هو ده بيتحدق وده بيتحدق، الاتنين بيتحدقوا، فهي برضه بتعمل الاتنين. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ولسه محطش اللايك يحط اللايك ويصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هي هتعمل 5 برطمانات من اللي هما الصغيرين دول، وهيتبقى برضو شوية لفت على جنب كده من غير ما يتحدقوا. فهي بقى ايه، هتجيب البرطمان الكبير وهتحط فيه شوية اللفت دول، بس ده هيبقى بدون تصوير. هي يا دوب هتعمل بس معاكم ال5 برطمانات وعلى كده. زي ما انتوا شايفين بقى ايه، لو انتي عايزة تحطي مثلا شطيطة في المية ديت او في البرطمانات دي برضو مفيش اي مشكلة. عايزة تضيفي اي حاجة تانية من اللي انتي بتحطيها مفيش مشكلة، بس احنا ما بنحبش نضيف حاجات احنا مش عارفينها، علشان اللفت دوت لما بتضيف عليه حاجات وكده من التانية بيطرى وما بقاش فيه طعم اللي هو الحادق وكده، فاهمين قصدي ايه؟ فهو يدوب بس الملح، وتظبطوا ملح كويس وكده، ولا يبقى حادق قوي ولا يبقى عادب قوي، وبس كده. هتعمل بقى ال5 برطمانات نفس النظام، وهتعبيهم وهتحط المية وبس. ده بقى المخلل اللي الناس كلها بتحب تاكله من ايد ماما. في ايه زيادة او في ايه الناس كلها متعرفش تعمله؟ مش عارف. انا عن نفسي لو انا بعمله وبحط نفس الحاجات اللي هي بتعملها مش هيبقى طعمه بالحلاوة دي كلها. تسلم ايدك بقى كده يا ست الكل، واللي لسه محطش اللايك يحط اللايك. واتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا حطيتوا لها اللايك وسلمتوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.
واستودعكم بحفظ الرحمن، واشوفكم على فيديو جديد، روتين جديد، ويوم جديد. والسلام عليكم.